أنا كنت متوقعة إنه في يوم من الأيام ممكن تشوفوني هيك. أنا شخصيا ما بعرف، ما تستحملت صراحة. كتير عم تسبوني. قبل شوي منزل ستوري إنه أنا مرضانة، عم بحكي إنه ما بصور فيديوهات، وأنا هسه صار فترة ما بنزل أي فيديو. كل هالدرافت صورتها مجموعة فيديوهات، فما بصور، فبحكي إنه أنا بس مرضانة وإنه فترة وحأرجع. بلاقي كمية دعاوي علي، عم يدعوا علي، عم يسبوني. أنا ما كنت متخيلة إنه أنا رغد تأثر علي هالأشياء، وحكيت إنه ما حتأثر علي. بس وقت تلاقي كل الكوكب، كل الأرض كله عم يحكي علي لهلا، كله عم يسبني، عم يسبوا بابا اللي ما له ذنب حتى. ما في حدا ما سبني، ما في حدا ما حكى عني، حتى طلعوا علي. وكل هاد ليش؟ لأنه حكيت فيديو يا إيه أنا هلا منهارة. إيه انتو شايفيني منهارة وانا ما بعمل يشوفني هيك. ما كنت بدي اوريكم انه انتو ويا سخيفين هتأثروا علي، بس صاروا اثرتوا علي. انا كنت عم بتجاهل، بس الانسان ما بيستعمل بعدين، كلها تراكمات يعني. صار لي فترة ما اصور وماني قادرة اصور وما حصور حتى. بدي اخذ بريك عن جد. انا ما تستحمل انشر اي فيديو، ماني نفس صور عن جد. حتى مرضت يعني، انا عن جد هلا مرضانة، بس مو مرضانة بس مثلا من الجو او الشي، لا انا عن جد مرضانة بس منكم انتو. ما تستحمل طاقتي، ما تقدر استحمل. فانا الفترة بس ما عاد بدي اصور وما عاد انشر اي شي، وبس هيك والله. هلا بقى انتو كل هذا سويتوا ليش؟ لانه رغد طلعت ترند. في ناس كتير قاعدة نجاح، ناس كتير غير انا حقودة، بس انه خلص. لا انتو هيك بتكونوا مبسوطين انه وصلتوا اللي بدكم اياه. بس انا بعرف شي، انا ما حادي عليكم انه يصير فيكم هيك، بس بعرف انه الله بيترك حق حدا، وحتجي فيكم وحتشوفوا انه الدنيا دوارة. وبس والله وصلتوا اللي بدكم اياه.